يا مساء الفل عليكم. زي ما انتوا عارفين انا قبل الدراسة ما تبدأ ما لحقتش اعمل اي حاجة ولا في البيت كتوضيب وتنظيف ولا تجهيزات للمدارس، وقلت لكم انا هحاول انقذ ما يمكن انقاذه. نيجي بقى لحاجة مهمة جدا انا كان نفسي اخلصها قبل ما الدراسة تبتدي، وهي تنظيف النيش. وطبعا لضيق الوقت لقيت الموضوع صعب جدا جدا جدا، فانا قلت خلاص انا كل يومين ولا حاجة هاخد رف صغير زي ما انتوا شايفين كده. لغايه دلوقتي انا عملت من النيش 3 رفوف. طبعا هو اللي باقي لسه اكتر من اللي انا عملته، بس بصراحه الفكره عجبتني لان انا لما بعمل رف واحد بنضفه وبغسل اللي فيه، انا مش بقف كتير ومش بتعب قوي. فقلت لكم على الفكره دي يمكن تنفع حد، لانه وقت الدراسة بيكون صعب جدا ان احنا نفتح في تنظيفات او في حاجة تكون بتاخد وقت كبير من يومنا، وعلشان كده فكرت ان انا اقسم المهام بتاعتي على مهام صغيرة خالص. حتى لو هي طولت معايا بس يعني ابقى برضو اليوم مفهوش اجهاد عالي من تنظيفات البيت، وبالتالي اعرف اركز مع العيال. تركزي في ايه يا نهى؟ وبصوا هو انا طبعا ولادي كبار وكل حاجة، بس لازم ابقى مركزة معاهم علشان الوقت ما يسرقهمش، يعني هما ممكن ياخدوا وقت كبير في حاجات كتير. بصوا قبل ما اكمل كلامي، شايفين التراب على الجزء الباقي؟ انا بس بوريكم ان النيش بتاعي كان تراب مش عادي يعني. يلا بقى ندخل على أكلة النهاردة. أنا عملتها وطبعا كبير وصغير بيحبها جدا جدا، وكانت طعمها بصراحة هايل، ومن غير دربكة ومن غير مكونات كتير، موضوع بسيط جدا. وانا استخدمت الحاجات اللي موجودة في البيت، حاولت بقدر الامكان ان انا ما اشتريش حاجة. هقول لكم ازاي. اول حاجة عملتها ان انا حطيت توم وبصل، بصلاية صغيرة وكام فص توم، وفرمتهم في الكبة. لاني انا ما عنديش ولا توم بودر ولا بصل بودر، فانا قلت اني مش كل حاجة الاقيها ناقصة عندي هاجري اشتري. احنا عايزين نظبط الدنيا يعني، على اساس ان احنا يعني اخر الشهر وكده. المهم بعد ما بصلاية صغيرة وكام فص توم فرمتهم، حطيت بانيه انا كنت مقطعاه حتت صغيرة علشان اسهل على الكبة الفرم، علشان ما يدوسش عليها قوي. وبقيت افرم شويه واريح شويه زي ما انتوا عارفين ليه، علشان نستخدم الاجهزه بالراحه خالص وما ندوسش عليها، لان دلوقتي يعني من اولوياتنا ان احنا نحافظ على كل جهاز عندنا. بدات افرم البانيه على الثوم والبصل اللي انا كنت فرماهم قبلها، وهبتدي احط الاساسيات بتاعتي اللي هو الملح، الفلفل، هحط كزبره، هحط جنزبيل بودر، وهحط لبن بودرة بيخلي الطعم حلو جدا، وهحط برضو حوالي معلقتين نشا كده. بصوا انا مش هحط حاجات كتير، حاجات بسيطة جدا. هكمل لكم بقى موضوع اني ولادي لازم ابقى مركزة معاهم، لان هما اوقات كتير جدا، وده اللي انا لاحظته في السنتين اللي فاتوا، اولى اعدادي وتانية اعدادي، الحاجة بتاخد منهم وقت كبير وهما بيبقوا مش واخدين بالهم. يعني مثلا حاجة المفروض تاخد نص ساعة او ساعة او ساعتين حتى، لا ممكن تاخد في ايديهم 4 ساعات. الوقت بيجري معاهم هما مش واخدين بالهم، فده بيعطلنا ازاي؟ بيخلي الوقت يجري من غير ما نخلص اللي المفروض نخلصه في الوقت ده، وده بيراكم علينا شغل كتير وحاجات كتير المفروض ان هي تتذاكر وتتراجع. مش بس بيراكم، بنيجي بقى في الاخر خالص قبل الامتحانات بنلاقي ان مفيش وقت ان احنا نراجع اللي هي المراجعة التانية. يعني بنبقى يا دوب نلحق نخلص مذاكرة. مثال على كده مثلا امتحانات الشهر والكلام ده كله. ففكرة ان انا اركز معاهم في الوقت ده بيخليني لازم 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 اكبر وقت ممكن وهما موجودين جوه البيت انا مش بعمل حاجة. يعني مش بعمل حاجة بمعنى مش بعمل حاجة، قاعدة مركزة معاهم، مش شرط ابقى قاعدة جنبهم، بس انا رايحة جاية عليهم، شايفة المادة الفلانية خدت معاهم وقت قد ايه، الهوم ورك خلص ولا لأ، الحاجة
اخدت وقت زيادة عن اللزوم، فاشوف المشكلة فين او الدنيا ايه، انصحهم نصيحة، اوجههم توجيه، وهكذا. فده متطلب مني ان انا ابقى مركزة معاهم، فما اشغلش نفسي بشغل البيت. وانتوا عارفين شغل البيت ما بيخلصش اصلا. فهحاول بقدر الامكان اني ارتب نفسي الفترة الجاية، ان انا كل اللي عايزة اعمله وهم مش موجودين، وتكون حاجات بسيطة جدا 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 اللي ممكن اعملها وهم موجودين. بس حاجة بدل ما تاخدش في ايدي مثلا نص ساعة، ساعة، مش الوقت كله واقفة في المطبخ. لان انا نفسي مش ببقى مركزة، يعني ما بعرفش اركز في حاجتين في وقت واحد. يعني دي مشكلتي. ممكن يكون امهات تانية عادي جدا واقفين بيعملوا حاجات في المطبخ او بينظفوا او كده، ومركزين مع عيالهم خلصوا ايه وما خلصوش ايه. وايه الكلام ده كله. بصوا انا هحط بقى ايه. هحط بطاطس. البطاطس دي كانت مسلوقة، وانا شايلاها مسؤولة مسلوقة في الفريزر. انا كنت جايباها ايام ما كان البطاطس رخيصة جدا جدا جدا. كان الكيلو مش عارفة تقريبا كان حوالي 6 جنيه او 8 جنيه، حاجة كده يعني. من فترة. فساعتها كنت جبت لي كده كام كيلو حلوين، هي اللي هي كانت، عارفين البطاطس الصغننه اللي هي بتتسلق بقشرها، هي دي طبعا كانت رخيصه جدا. 8 جنيه دي كانت حاجه رخيصه قوي يعني. فكنت جايبه منهم شويه من حوالي كام شهر كده. معلش التليفون كان بيرن. المهم حطيت شويه البطاطس دول زي ما قلت لكم، انا كنت شايلاهم لما كانوا البطاطس رخيصه، وسلقتها وقشرتها وشلتها في الفريزر. دلوقتي انا طلعتها لما فكت من التجميد بتاعها، قمت بشرها بالمبشره، وزي ما انتوا شايفين كده، وضفتها على البانيه. بصراحه فرقت في الطعم وفي القوام وفي كل حاجه. فضلت اعجن بقى، يعني ايه، اعجن واريح الكبه شويه وكده. ليه بقى؟ انا عايزاها تتفرم لغايه ما توصل، بصوا، تبقى متكومه كده في حته إيه زي اللحمه بالظبط. يعني الفراخ او اللحمه الاتنين طريقه فرمهم، عشان تتاكدي ان هي اتفرمت كويس جدا. تبقى عامله كده كلها متكومه في حته واحده. هبتدي بقى كده ايه، اخد جزء جزء على حسب بقى انا عايزه الحجم قد ايه. يعني شايفين كلها كده حته واحده. انا عايزه اقول لكم الولاد كلوها، طعمها عجبتهم جدا جدا جدا، وعجبتني انا شخصيا. زي ما انتم شايفين التوابل فيها قليله، فبالتالي ما تعبتش معدتنا. والكفر اللي انا هعمله لها بسيط جدا، مش محتاجه ان انت تشتري اي حاجه خالص. انا عايزه اقول لكم ان انا شفت للناجتس اللي احنا بنعملها دي طرق كتير جدا جدا جدا. معظمها بتشتري حاجات يعني اكياس مغلفة فيها بهارات معينة، فيها اللي هو الكفر اللي هنعمل بيه الغلاف بتاع الناجتس، التوابل اللي بتتحط جوه الناجتس، وكلها حاجات معظمها جاهزة يعني. ليه؟ علشان نوصل لطعم كويس يرضي الولاد والكلام ده كله. انا اهو عملتها بملح وفلفل وشوية كزبرة ناشفة وبهارات فراخ عادية اللي هي بتتجاب من العطار عادي، وممكن كان من غير كمان عادي جدا، وشوية جنزبيل وبس. وطعمها كان تحفة، ومش بحط توابل كتير لان انا مش هدفي اغطي على طعم الفراخ، يعني منطقي يعني. فاحنا مش محتاجين نحط توابل كتير، احنا بس بنطعم الاكل وبنحيقه كويس وبس. لكن الحاجات اللي بنشتريها جاهزة من بره، هما بيبقوا محتاجين يحطوا توابل كتير عشان يغطوا على طعم الاساسي اللي هم عاملينه، لان هو طبعا ما بتبقاش حاجة مضمونة اصلا يعني. يعني عايزه اقول لكم ان انا من بدري جدا جدا بطلت اجيب المجمدات خالص، اللي هي الاكل اللي هو شبه جاهز دوت. بقالنا سنين يعني بصراحه، يمكن ما افتكرش في الكام سنه اللي فات دول جبتهم عدد مرات تتعدى على الصوابع. كنت مثلا يعني ممكن مضطره اضطرار يعني رهيب يعني. لكن كمبدأ لا، خلاص يعني بقى شيء مرفوض، والحمد لله ولادي اصلا ما بقوش يحبوا طعم الحاجات دي. حتى لو في حد يعني قال لهم كلوها، هم خلاص لان معدتهم ومذاقهم من الاكل البيتي اللي احنا بنعمله، خلاص بقى واخدين على طعم معين ومستوى نظافة معين جوه الاكل، مش هيقدروا يتنازلوا عنه.
هبتدي اشكلها بالطريقة دي زي ما انتم شايفين. عملت معايا على فكرة كمية كويسة جدا. بصوا بقى النجس دي بقى ممكن الناس اللي مثلا ولادها مش بياكلوا جبن او بيض او كده، عندهم حساسية مثلا جبن او البان وبيض والكلام ده كله، ممكن ياخدوها معاهم المدرسة، هتبقى حلوة جدا. بصوا هنا بقى انا هعمل الكفر ده. كان نشا، معلقتين نشا مع معلقة لبن بودرة. وممكن ما نحطش اللبن البودرة على فكرة يعني، ولا في الناجتس ولا في الكفر، براحتكم يعني، بس انا عشان موجود عندي وعارفة ان هو بيدي طعم فقلت احط. فالسائل اللي انا هنزل فيه الناجتس دلوقتي هو اللي هو النشا باللبن دوت، لبن البودرة. وحطيت شوية مية زي ما انتم شايفين كده، نص كوباية مية. بالمناسبة انا حطيت مية ساقعة، على اساس ان انا سمعت ان لو حطينا المية الساقعة ال الكفر دوت يعني هيبقى تمام. مش عارفة ايه فايدة مية ساقعة، بس يعني قلت اجرب. تعرفيني انا بحب اجرب كل حاجة يعني، فلقيت تمام يعني. حطيت كده المية على النشا واللبن، وابتديت اقلبهم كويس قوي. وجنبها زي ما شايفين كده البقسماط، اللي هو البقسماط الناعم. انا مش جايباه من العطار ولا من اي حاجه سايبه يعني، لا انا جايباه من فتح الله، اللي هو بتاع مش فاكره، كان ريتش تقريبا او حاجه زي كده، او برانش يعني، مش فاكره الماركه. آه، المهم ان هو يعني بقسماط عادي، ولو احنا عايزين نجيب من العطار مش هيحصل حاجة يعني، ما فيش مشكلة. هو بس يعني البقسماط اللي هو المغلف بيفرق في حاجة واحدة، اللون، يعني بيدي لون احلى من البقسماط السائل. على اساس انه بيدي لون فاتح يعني. لكن البقسماط اللي عند العلاف او اللي هو بيباع في الافران بتاعت الفينو بيبقى غامق. بص انا رشيت عليه كده شوية بهارات، حاجة بسيطة، شوية في اللي هو الجزء السائل برضو شوية ملح بفلفل، او هحط ملح يعني. بص تمليحة كده حاجة بسيطة خالص يعني، عشان بس الحاجة تبقى متحيقة بره وجوه ويبقى طعمها مظبوط. اهم حاجة في الحياة بصرف النظر عن المكونات، سوري، اهم حاجة في الاكلة بصرف النظر عن المكونات هو حياء الاكل. ويعني دي يعني بصراحة دي يعني أكتر نصيحة هبتدي أقولها للناس اللي هي بتبتدي في موضوع المطبخ، إن هو يدخل المطبخ وياكلوا ويشربوا، عشان أنا عارفة إنه في ناس سنها صغير بتتابعني. فبدايتك في المطبخ أهم من مكونات الأكل التحقيق بتاع الأكل، اللي هي إحنا بنحط بهارات إيه وملح ايه، ومش كتر البهارات هو اللي بيحلي الاكل خالص، لكن نحط البهارات المظبوطه المطلوبه والاساسيه. الأساسية يعني اللي هو ملح بفلفل، ملح بكمون والكلام ده كله. هنبتدي بقى نعمل الكفر. المهم بقى يعني أنا كنت عايزة أتكلم معاكم في نقطة. انتوا بتعملوا ايه علشان تسيطروا على الوقت، انه ما يضيعش يعني من الولاد وهم بيذاكروا كده. ويعني انا بخاطب السن اللي هو بتاع اعدادي، لان هو ده اللي حاجته اكتر شويه من ابتدائي. انا مش عارفه ابتدائي طبعا، انا عارفه ان النظام الجديد بيقولوا ان المناهج اكتر وكتيره والكلام ده كله، مواد كتير والكلام ده كله. بس يعني انا قصدي بالمناهج بتاعت اعدادي، احنا في ثالثه اعدادي. بتعملوا ايه عشان تسيطروا على الوقت والوقت يكفي؟ الحاجات اللي المفروض تتحفظ وتتفهم والتدريبات اللي المفروض تتحل. الكتب الخارجية انتوا عارفين بيبقى فيها تدريبات كتير قوي. يعني انا حاسة الموضوع مش سهل تماما يعني، على الرغم ان احنا ما عندناش وقت هادر في الدروس يعني. احنا بنيجي من المدرسة بنذاكر لغاية بالليل لما نيجي ننام، بس طبعا في توقيتات بتبقى كده بريك يعني، بيقوموا يشربوا حاجة، ياكلوا حاجة سناكس، تحلية، يقعدوا يرغوا معايا شوية، يتكلموا، يفتكروا حاجة يقولوها لي، حصلت حاجة في المدرسة، حاجة نفسهم يعملوها. عارفين انتوا الكلام دوت كده يعني. ومش هقول لكم بقى بننام بدري من الساعة 8 وكده، لا عادي يعني، بننام مثلا 10. اول يوم ناموا متأخر جدا يعني، عشان ليلة اول يوم مدرسة. تاني يوم ناموا حوالي الساعة 11 تقريبا. تالت يوم يعني برضو مش يعني بتهيألي ناموا برضو في حدود 10 11. يعني احنا عايزين نحاول ننام بدري، بس اللي ورانا مش بيخلص بدري يعني، مش عارفه.
عايزين نظبط الدنيا دي، بس هنحاول يعني. المهم بس يعني دوت كده كانت الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يكون عجبكم فاتكم باي حاجه. لو انتوا فعلا بتحبوا الناجتس او لكم بتحبوا الناجتس قولوا لي ايه الاخبار، وايه الطرق اللي انتوا جربتوها في الناجتس قبل كده، وهل جربتوا الطريقه اللي انا حطيتها لكم النهارده دي ولا لا. قولوا لي رايكم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ميرسي جدا لكومنتاتكم وتعاونكم معايا في الشير للفيديوهات. ميرسي جدا ليكم. ولو في اي حد من الامهات زينا كده ابعتوا له الفيديو اهو، بنونس بعضينا وندي بعض شويه افكار. وميرسي جدا على ارائكم اللي انتوا بتكتبوها لكم في الكومنتات، ومستنيه بقى ايه اعرف رايكم. واشوفكم على خير ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لان ده مهم جدا جدا عشان يبتدي يرفع ريتش الفيديو. كومنتاتكم طبعا عزيزة عليا جدا، بحبها جدا. لو نقدر نعمل شير للأمهات اللي زينا، نعمل لهم شير للفيديوهات او للينك القناة. وبس، واشوفكم على خير، ويا رب دايما بصحة وبركة وخير. عايزه اقول لكم بقى الشكل النهائي للنجس بعد ما حطيتها في الاير فراير. انا ما قليتش علشان انا بحافظ على ان ولادي ما ياكلوش مقليات، لان انتوا عارفين طبعا هي مضره لكل الناس يعني. بس كمان هي بتتعب لهم معدتهم جدا. فانا حطيتها في الاير فراير. وقبل كده على فكره زي ما قلت لكم في فيديوهاتي اللي قبل كده، قبل ما يبقى عندي اير فراير كنت بحطها في الفرن، وكانت بتبقى جامده جدا. بتبخي عليها بخيتين زيت كده والدنيا بتبقى تمام خالص. عملت معاها رز وملوخيه وسلطه وجرجير عشان يبقى اكل صحي. وبس كده، قولوا لي بقى رايكم في شكلها ولونها. بصوا احنا بحبها لونها يبقى فاتح كده قوي. هي خدت معايا في الاير فراير تقريبا حوالي نص ساعه، وكانت وصلت للون الحلو ده. واقول لكم دلوقتي سلام.